يسعد اوقاتكم ومرحبا فيكم بفيديو جديد على قناتي. وصفتنا لليوم معكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة كتير وظريفة. اول شي سلقنا المعكرونة، فيكم تحطوا اي نوع معكرونة. انا بفضل الاصابع لانه صوص البشاميل بيدخل لقلب الاصابع. وهلا بدنا نحضر صوص البشاميل. معلقتين سمنة، بنحط فوقهم 4 معالق طحين، هي مقادير لكيلو معكرونة. بنحمص الطحين كتير منيح مشان ما يعمل تكتلات، واكتر من هيك طحين ما تحطوه لانه بيسمك الخليط والطعمة كتير بتختلف. هلا بدنا ننزل الحليب فوقهم، بننزل الحليب شوي شوي بس بنحرك بسرعه. احتجت 2 كيلو حليب لكيلو معكرونه. بلش الخليط يسمك معنا. هلا بدنا نحط عليه معلقه ملح ورشه فلفل ومكعب ماجي. كتير الماجي مع البشاميل ظريف، جربوه. بنضل نحرك لحتى يسمك، ما بنتركه ابدا لناخد القوام اللي بدنا اياه. هذا القوام اللي بدي اياه انا. طفينا النار تحته وبنحط المعكرونه بقلب صينية للفرن او جات بيركس بدون اي اضافات، بس ملح حسب الرغبة. انتبهوا في ملح لان بالصوص. ومنبلش نحط الصوص فوقها بهي الطريقة حتى كل المعكرونة تتشرب الصوص. يا جماعة عن جد ريحتها بتشهي القلب، عن جد جربوها واعطوني رأيكم. بنقلبها منيح لنتأكد الصوص تغلغل بالمعكرونة منيح. اسهل من هيك طريقة للمعكرونة ما في، مشان هيك بستاهل انا الاعجاب وتشتركوا بقناتي. هلا بنحط الجبنة القشقوان على وجه المعكرونة، بنغطي الوجه كله. طبعا كمية القشقوان حسب الرغبة. على القشقوان كمان بنحط على الوجه زبدة وبنشغل تحتها على الفرن على درجة حرارة متوسطة. تاكل وقت من ربع ساعة لثلث ساعة، وهيك خلصت المعكرونة عنا. يا سلام عن جد يا جماعة، طعم شكل ريحة، يعني لازم تجربوها. اعطوني رأيكم وقولوا لي اذا بيستاهل الاعجاب لما لا. وصحة وهنا. سلام.